تعمل ايه لو كلاكس عربيتك علق وفضل شغال ومش راضي يفصل؟ الحركه دي ما كانتش حصلت معاك شخصيا، فاكيد شفتها حصلت مع حد في الشارع وشفته مخدود وعمال يلف حوالين نفسه حوالين العربيه ومش عارف يعمل ايه. الفيديو ده بقى ليك وليه عشان لو الموقف ده حصل معاك تعرف تتصرف. عندك 3 اختيارات هناخدهم من الاسهل للاصعب. لو عربيتك الماني فمعناها ان الكلاكس بيشتغل مع الكونتاكت، يعني بكل بساطه لو طفيت العربيه الكلاكس هيفصل، وساعتها انت ممكن تفكر بالراحه وتستشير حد بيفهم في العربيات، او تكمل الفيديو ده عشان تعرف تحلها ازاي. تاني حاجه تفصل بطاريه العربيه، وده لو عربيتك كوري او ياباني، لان حتى لو بطلتها الكلاكس هيفضل شغال. هتفتح الكبوت بتاع العربيه وبمفتاح 10 تفك جنب من جوانب البطاريه، كده انت فصلت الكهرباء عن العربيه خالص، وتقدر تفكر بهدوء وتستشير حد بيفهم في العربيه. الحل الثالث بقى والاخير اللي ممكن تعمله بعد الحل الثاني، انك بعد ما تبطل العربيه او بعد ما تفصل البطاريه بتاعتها هتدور على العلبه بتاعه الفيوزات على حسب نوع عربيتك. ساعات بتبقى في جنب التابلو وساعات بتبقى في الكبوت من قدام. مجرد ما تفتح الغطا بتاعها وتقلبه هتلاقي الخريطه بتاعه الفيوزات مرسومه عليه من ورا. هتدور على الفيوز اللي مرسوم عليه علامه الكلاكس وتفصله من مكان، بس تتاكد مليون في الميه ان ده الفيوز بتاع الكلاكس عشان ما تبوظش اي حاجه ثانيه. ولما تشيل فيوز تشيل فيوز واحد بس عشان لو طلع مش هو تعرف ترجعه مكانه، وبكده الكلاكس هيفصل معاك خالص. بعد ما تدور العربيه تقدر توديها لاقرب كهربائي يحل لك المشكله.